وسأتحدث في هذا الفيديو إن شاء الله عن هذا الرجل باعتباره صاحب دس وانتشار كبير الآن. أقول لك فيديوهات تصل إلى 10 مليون وأكثر من 10 مليون رغم أنها بودكاست، وبدأ يتوسع. وهناك طبعا ناس أقولها بصراحة دراويش يروجون لهؤلاء دون يعتبر أن لغة الإثارة أو اللغة التي توحي بالعلمية هي المطلوبة دون أن يدرك ما فيها من دس ومناقضة للدين. وهناك ناس طبعا أيضا يعرضون هؤلاء في منصاتهم لأنهم يتوافقون معهم في الأجندة التي تريد أن تفصل القرآن عن الوحي. ولذلك سأقسم حديثي في هذا الفيديو إلى ثلاثة أجزاء. الأول الطعن اللاديني أو الإلحادي في فوز الفيديو. أنا لا أعرف هذا الرجل هو ملحد أم لا دين، لكنه صراحة يرد ربانية القرآن ويطعن في القرآن باعتباره منتج بشري بصورة صريحة. وسأعرض لكم مقاطع من كلامي حتى لا يقال إني أتكلف في هذا الأمر. سأتحدث لاحقا عن نقد هذا الهراء. هذا نوع صريح من الهراء. لكن قبل ذلك أنا أريد أن أحدثكم عن فكرة هذا الرجل. والآن أترككم مع مقاطع من صريح كلامه في تأكيد هذه الفكرة. المشكل أنه كل ما أراد النبي أن ينفصل عن اليهودية إلا ووجد نفسه افتراضيا أو من المفترض أن يقع في أحضان المسيحية، فكان عليه أن يجد حلا ينأى به في نفس الوقت عن الانخراط في اليهودية التي رفضتها منذ السنة الثانية للهجرة، وفي نفس الوقت ألا يقع في أحضان المسيح. أجزاء كبيرة مما يوجد في النص القرآني ذو أصول ترجع إلى الحقبة القرن الأول بعد ظهور المسيح، وهي الفترة التي عرفت تنوع كبير من الفرق التي ليست لا يهودية صرفة ولا مسيحية صرفة، أي المسيحية ما قبل البولسية أو ما قبل بولس الرسول أو ما يسمى بالكنيسة الكبرى. صراع حول النسب الإسماعيلي الذي سيدخل النبي في سلالة الأنبياء، وفي نفس الوقت سيعتبر الإسلام أن التوراة الحقيقية هي غير التي توجد بين. تحريف التوراة كان قضية أساسية، كان ضرورة كلامية، كان ضرورة لاهوتية لكي يستطيع الإسلام أن يجد مجالا للنسب الإسماعيلي، وفي نفس الوقت لفكرة أن النبي يجب أن يكون نبيا غير عربي. واستطاع بهذه الطريقة بقوله بالتحريف أن يجد موطئ قدم داخل النص التوراتي. فإذا أضاف إليه النسب الإسماعيلي وأضاف إليه إذن القول بنسبته إلى الجد المؤسس إبراهيم ونازع اليهود في ذلك، محاولة ذكية معقدة أدت إلى أن هذا الإسلام يخرج من إطار الجوديو كريستيانيزم، يعني التيار المسيحولي، لأن كل هذه الأفكار حول تحريف التوراة ورفض التثليث وكل هذا اللي ما نجده في النص القرآني هو موجود كاملا داخل التيارات المسيحولية السابقة للإسلام. شيئا فشيئا هذا الإسلام سيخرج من إطار الفرقة المسيحولية. فالإسلام إذن من هذه الناحية التاريخية في نشأته هو تذكير لليهودية وتذكير للنصرانية للمسيحية عفوا. إذن اتفقنا على أن هذا القرآن هو مزيج من عناصر مسيحية أو مسيحودية. كل هذه الشخصيات المادة الموجودة فيها في القرآن هي مادة مأخوذة من منحولات العهد القديم، أو جزء كبير منها على الأقل، شكون متواضعين، جزء كبير منها موجود في منحولات العهد القديم ومنحولات العهد الجديد. والدخول إلى هذا أدب المنحولات يفسر لنا الكثير من الظواهر التي نقف أمامها عاجزين عن فهم النص القرآني. نحتاج أولا إلى أنه تنتقل همم الطلبة والباحثين إلى ترجمة هذه المنحولات أولا إلى العربية، لأنها مفقودة عنا تقريبا في النصوص العربية، ووضع الإسلام داخل إطار الجوديو كريستيانيزم. هذا داخل إطار الجوديو كريستيانيزم نعرف إذا نتتبع هذه الفرق الإسينية وغير الإسينية والليبيونية والكسائية والنصرائية وغيرها تكون عندنا بها معرفة جيدة. ثم داخل هذه التيارات نبحث في أدب المنحولات، وبذلك نستطيع من انطلاقا من هذا الموقف أن نفهم كيف نشأ هذا الإسلام في إطار من منطلق تاريخ الدين، في إطار فرقة
جوديو كريتيان، ولكن تعرف تاريخيا وعلم الاجتماع الأديان يبين هذا، عشرات الفرق تبقى فرق، عشرات الفرق تندثر، ولكن هناك فرق تتحول إلى أديان. دونك الباساج من الفرقة إلى الكنيسة، من الفرقة إلى الدين، هذا ما حدث الإسلام. وأنا شخصيا نعتبر أن هذا تم في السنة الثانية للهجرة، عندما بدأ خذ الرسول قراره بتصفية الوجود اليهودي العسكري في يثرب مع بني قينقاع ونظير ثم قريظة، والانطلاق إلى فتوحات الشمال. الآن بعدما سمعتم صريح مقال فوز البدوي، لا يمكن